لو عندك تلت كيلو دجاج تعالي هنعمل بيه بيبروني الدجاج او لانشون الدجاج، او في حاجة تاني كانت في التسعينيات اسمها، كان لانشون اسمه شيكي دودو، ده هيفكركوا بيه. صغنطوط كده ومقرود، والقطعة كيوت خالص كده، تيجي 2.5 سنتي مش اكتر من كده يعني. جميلة جدا، حاجة نظيفة عاملاها في البيت، تبقى ضامنة ولادك بياكلوا ايه، بدل ما تاكليهم المصنع اللي بره بتاع الكلاب والحمير، اللي فيه المواد الضارة، اللي فيه كل حاجة سيئة يعني. قبل كده قالوا لانشون، همبرجر، هوت دوج، سوسيس، برجر، معرفش ايه، كل المصنعات اللي بره دي انت ما تعرفيش مصنعه من ايه. انت بتشوفي ايه اللي بيحطوه في المكنه، بتشوفي ايه اللي بيفرموه. فحافظوا على اولادكم والله العظيم ثلاثه، لو جبتوا كونسلتوا دكاتره من جميع انحاء العالم ما هيشفي المريض. فحافظوا على صحتكم، صحتكم غاليه يعني. لما تعملوه ما تضيفوش ملونات، اعملوا الحاجه من غير الالوان يا جماعه، الالوان ضاره. مش اللي يفرح بقى انا ضفت لون احمر، احمر ايه واخضر ايه بس يعني، اعملوا حاجه في البيت نظيفه. في ناس كتير بتضيف لون احمر، انا ضد الكلام ده، انا ما بضيفش. اعملي الحاجه على طبيعتها، اعملوا ده هيعجبكم جدا جدا. مدة الصلاحية بتاعته 7 8 أيام ماكسيموم، مش أكتر من كده. أتمنى من المشاهدين والكرة اللي بيشرفوني يشتركوا في القناة ويفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، ويا ريت لايك وشير للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد. هنحتاج هنا نص كوباية نشا، تلت كيلو صدور أو صدور على أوراق، وحبة بهارات هقول لكم عليها في صندوق الوصف، وعايزين 3/4 كوباية شوربة، وعايزين معلقة ونص زيت بس، مش عايزين أكتر من كده. تعبت في حاجه يا ست الكل؟ ما تعبتيش في حاجه، انت الكبه اللي هتفرم، مش انت اللي هتتعبي. انت يا دوب هتحطي الحاجه فيها، هي اللي هتفرمها. انت يا دوب هتلفيها يعني، مش هتتعبي. هتجيبي ستريتش راب وهتجيبي ورق فويل وهتلفيها وهتحطيها على البوتاجاز تستوي. والله العظيم ما بتاخد 10 دقايق في الوقفه، ما بتتعبش اطلاقا يعني. وانت واقفه يا دوب بتعمليها، خلاص لفيتيها سيبيها على البوتاجاز بقى مع نفسها. ايه اللي تعبتي فيه ولا حاجه؟ معرفش ليه بتكسلوا تعملوا اكل لاولادكم ليه؟ ده الواحد لو تعبان بيقوم وبيعمل اكل. معرفش الناس بقت لها مبالاة. يلا ما علينا. بنجيب هنا بعدين 3/4 كوباية شوربة بس. خلاص كده احنا خلصنا. الشوربة دي انا ضايفه لها معلقة بابريكا. في حاجة تاني علشان تاخدي طعم حلو، المية مش هتديكي طعم حلو. ال شوربة اللحمة هتديلك طعم حلو بس مش زي شوربة الفراخ. شوربة الفراخ هتديك طعم احلى، واللي هيديلك طعم احلى واحلى بقى واحلى، وهيديلك طعم رهيب واحلى وانضف من بتاع بره، لما تعملي كبسة او تعملي برياني او تعملي بخاري. الشوربة اللي بتسلقوا فيها الفراخ شيليها يعني، ابقي خلي الشوربة دي زيادة وصفي حبة وشيليهم في أكياس. هينفعوك في المحشي، هينفعوك في اللانشون، هينفعوك لو بتسوي رز أصلا بالبهارات. اعملوا اللي أنا بعمله، أنا اللي أنا بعمله في بيتي بقول لكم عليه. بس أعتقد محدش بيعمل الكلام ده، انتوا بتسمعوا من هنا وبتنفضوا وبتطلعوا من الودن ومن الودن التانية. أنا بقول لكم نصايح، والله العظيم نصايح غالية، والله ما حد هيقولها لكم. يلا ما علينا، انا بقول لوجه الله. المهم احنا فردنا كده الاسترتش راب، وبعدين هنحط فيه اللانشون بتاعنا او البيبروني. هنلفه بقى كده، انا حطيته علشان يبقى رفيع، انا مش عايزاه تخين لسه، لما يستوي هيكبر شويه يعني، هينتفخ يعني، هينفش يعني زي ما بيقولوا. بس كده هنلفه، وبعد ما نلفه هنجيب ورق فويل وهنلفه فيه. ورق الفويل هنا هتشوفوه مكرمش، ليه؟ اللفه وقعت مني كلها اتفردت على الارض، فطبعا ما كانش ينفع انزل اشتري غيرها، فانا هستعملها دلوقتي علشان ما تقولوش ايه ده مكرمش. فهجيب دلوقتي الورق الفويل، وبعد كده هنلف فيه الشيكودودو بتاعنا او البيبروني ايا كان بقى هنسميه، ده ينفع وده ينفع. المهم طعمه حلو، اهم حاجه ان بتاخدي طعمه حلو وتست حلو. بعد ما بنلفه كده هنجيب حله، اي حله قديمه عندك طبعا، هتحطي فيها ميه وهنحط فيها طاجن، اي حاجه تقيله بحيث نرص عليها البيبروني بتاعنا ده او الشيكودودو. بنحطه، الميه ما ينفعش تلامس الطاجن، الميه لازم تبقى تحت لغايه نصه. اول ما يغلي نوطي النار ونسيبه 40 دقيقة بالظبط، تطفي النار وسيبيه في الحلة 5 دقايق، وبعد كده خرجيه. اعملوه زي ما انا بعمل، ابرميه تحت ايديكي كده عشان لو في اي هوا يطلع. وقصة اللي هي نشكشكه بالإبرة زي اللي انا كنت عاملة في الفيديو بتاع اللانشون زي ما الشيف المغربي عمل، لا طلعت ملهاش لازمة، ان انا عملته كتير قبل كده، وكتبت في الملاحظة تحت فيه في صندوق الوصف ان محدش يعمله بالإبرة. انا كان اول مره اعمله فعملته ساعتها ونزلته، وهو كان طعمه جميل بصراحه. لكن قصه الابره دي قال لك وتطلع الهواء، لا لا، ولا تعمل اي حاجه، فملهاش لازمه. مدة التسوية بتبقى يا دوب 40 دقيقة. بعد ما بتحطيه في الحلة حطيه على البوتاجاز يغلي، بعد ما يغلي وطي النار 40 دقيقة بالظبط، وتدفع عليه، خليه 5 دقايق في الحلة، وبعدين خرجيه يبرد وحطيه في التلاجة، وبعد كام ساعة بقى قطعيه.
على فكرة أولادكم هيفرحوا لما تعملوه، لأنه هيعجبهم جدا علشان قطعة صغيرة كده. وماليش دعوة طبعا، أنا مش هقول لكم ضيفوا لون، اللي حابب يضيف as you like. أنا خلصت ذمتي من ربنا، براحتكم كده. خلاص هلف القطعة التانية وبعدين احطهم في المية. في حاجة عايزة اقول لكم عليها، كانت موجودة على الفيس. الناس اللي بيبقى عندها غازات في معدتها، افضل حاجة للغازات عن تجربة الكزبرة الخضراء. هاتي حزمة كزبرة خضراء، اغسليها كلها، حطيها في الخلاط مع نص كوباية مية، اضربيها وبعدين صفيها. هتاخدي كوباية كبيرة او كوباية ربع، اشربيهم بقى على الريق، هتحسي براحة في معدتك غير طبيعية. اشربيهم، بصوا يعني، اشربوهم 3 4 مرات في الاسبوع كده. تحفة تحفة يا جماعة بجد. والناس اللي عندها جرثومة المعدة، اعملي الأول تحليل، لو لقيتيه سلبي خلاص، لو لقيتيه إيجابي هتاخدي بقى علاج. الحلو أوي جرثومة المعدة بجد، وتاخديه لمدة شهر. هاتوا معلقة لبن ذكر، وخدي بعض قطع صغيرة من الصمغ العربي، انقعيهم في كوباية مية من الليل، يعني في حدود 12 ساعة، ويتشربوا على الريق. ممتازة 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 في جرثومة المعدة. لو أي حد أصلا يعني كل مثلا أسبوعين ولا حاجة شرب كوبايه منقوع لبان الذكر، والله ما هيبقى عنده جرثومه المعده. بس انتوا اللي بتكسلوا. لعلمكم جرثومه المعده بتيجي منين؟ من الاكل بتاع الشارع، من اكل المطاعم. الناس اللي بتاكل من بره هتلاقوها كلها بلا استثناء عندها جرثومه معده معروفه، من الميكروبات ومن الحاجات الملوثه. حاجات كتير حاجات كتير. مش عرفك ايد اللي بيعمل ده نظيف ولا مش نظيفه، غسيلها ولا مش غسيلها، مش عرفك. يلا ما علينا. اشربوا بقى الميه بالليمون، لتر كده ميه، واعصر عليه نص حتى ليمونه. قطع فيه شرايح خيار. الخيار حلو قوي للتخسيس على فكره، يعني ورخيص مش غالي. قطعي لك كام خياره وانت قاعده كده وتسلي فيهم. الفشار حلو جدا. على فكره مشروب الهندباء او السيريس بينزل الميه الزايده اللي في الجسم، يعني الناس اللي عايزه تخس اشربيه. بتشرب مرتين في اليوم، وحلو قوي للاوكسالات بتاعه الكلى، وحلو قوي زياده حمض اليوريك بيبقى في الدم، وبيبقى بيتعب الصابع الكبير. بذور الكرفس حلو قوي للكلى، وحلو قوي للحمض اليوريك. النبات الكراس او اسمه ابو الحريج، اللي هو ده نبات مغربي موجود عند العطار، رهيب. حلو قوي برضو في الاوكزالات بتاعه الكلى، وبرضو في اسمه ايه اللي قلت عليها انا، وفي حمض اليوريك. الحاجات دي يا جماعه رهيبه رهيبه رهيبه. واللي عنده التهاب في المسالك البوليه كله ده ممتاز. ورجاء الناس اللي بتاكل شطه بطلوها، لان الشطه على مدار السنين هتتعب لكم القولون وتتعب لكم المعده اصلا، وتجيب لكم بواسير. فبلاش يعني تستقوا على صحتكم، خافوا عليها. مش تقولوا الشطه بتخلي الاكل حلو، مفيش حاجه اسمها بتخلي الاكل حلو. دوق الاكل هيبقى حلو لوحده والله. وبس كده، واتمنى لكم الصحه والعافيه والسلامه. في الشتاء طبعا ما تنسوش تشربوا الزعتر، تشربوا قرفة مع جنزبيل. المشروبات دي كلها في الشتاء حلوة جدا. الليمون الناشف اللومي المغلي، بس الليمون انا بنشف الاصفر، ما جربتش اغلي الاسود. الاصفر الليمون عادي مجفف حلو قوي قوي لتسيح الدهون. الناس اللي عايزه تخس اشربي ليمون مره واحده في اليوم، ممتاز جدا جدا.